Manuel, sag mal, hast du die E-Mail von diesem Typen gesehen? Aber ich habe irgendwie nicht so ganz verstanden, was er von uns will. Vielleicht trefft ihr euch erstmal auf einen Kaffee. Die scheinen ja hier in der Nachbarschaft zu sein. بذمتك فهمت حاجه من الكلام اللي انت سامعه ده؟ اكيد لا، وصدقني العيب مش عليك، هي اصلا لغه صعبه انك تفهمها وتعرف اللي قدامك عايز يقول لك ايه بالظبط. مشكله ان حد يكلمك بالالماني بعدين انت تقعد تفكر هو بيقول ايه وعقلك لسه بيترجم الكلام، بعدين يروح قايل لك الجمله اللي بعدها تروح سايب اللي انت بتفكر فيه وبتفكر في الجمله اللي بعدها فبرضه ما تعرفهاش. فتلاقي نفسك متلخبط وخلاص فقدت الامل في المحادثه دي وتقعد تسمع وتقول يا وتهز راسك وخلاص على كده. بس على الناحيه الثانيه في ناس برضو بتعرف تفهم الكلام ده وتفهم اللي بيتقال قدامهم وتعرف ترد عليه بسرعه. الناس دي خارقه، يعني عندهم عقل ودان غيرنا. الصراحه لا، كل اللي في الموضوع يا جماعه ان الناس دي اشتغلت بروتين ودربت ودنها وعقلها بطريقه معينه، وكمان فهمت بعض التريكات كده اللي الالمان بيعملوها وهم بيتكلموا بسرعه. وده بالظبط اللي انا هقوله لك في الفيديو ده. انا اسمي محمود مرسي، بتعلم اللغه الالمانيه لوحدي تماما بقى لي سنه ونص. لو لسه اول مره تشوفني فاعرف ان فايتك كتير جدا بخصوص تعلم اللغه، وما تنساش تدعمني باللايك وسبسكرايب علشان ده بيخليني اكمل. ايه بقى القصه بتاعه السماع دي؟ ايه الروتين ده وايه التريكات دي؟ قبل ما اقولهم لك، معلومه لازم تكون في دماغك وانت بتشتغل على الروتين والتريكات دي قبل ما تعرفها. لازم تتقبل النقص اللي عندك في انك مش عارف تفهم او تسمع اللغة دي بنسبة 100%. صدقني ممكن ده يعطلك عن انك تشتغل بحماس في اللي انا هقولك بعد كده. ما تحملش هم انك مش فاهم حاجة او بتفهم بالعافية، لا، غير ده انك تتقبل انك عادي في حاجات انا مش عارفها او في حاجات مش قادر افهمها وانا هشتغل عليها عادي. طيب ايه بقى الشغل ده؟ عقلك علشان يسمع اللي بيتقال له بالالماني وبعدين يدخله في بروسيس ان هو يفهم الكلام ده بسرعة بعدين يرد عليه، عقلك محتاج يشتغل على 3 حاجات. اول حاجة محتاج يفهم وتيرة الكلام بتاعت اللغة دي وترتيب ونطق والفلو بتاع اللغة ده. علشان يحصل محتاج حاجة معينة هقول لك عليها دلوقتي. تاني حاجة عقلك محتاج يفهم كل كلمة جوه الجملة نفسها، وده عقلك عشان يعمله محتاج يعمل حاجة تانية هقول لك عليها برضو. ثالث حاجة محتاج يفهم التريكات اللي لو انا وانت كمصريين او كعرب مثلا بنتكلم فاحنا بنشابك الكلام، فاحنا عارفين في تريكات معينة كده الكلمة دي بلزقها في الكلمة دي فبتعمل النطق ده. برضو عقلك محتاج يفهم التريكات دي علشان لما يسمعها يكون فاميليار او يعني فاهمها. الثلاث حاجات دول لو انت اشتغلت فيهم مع بعض لمدة شهر واحد بس، انت من نفسك هتجيلي الفيديو الجاي وتقول لي انا الاستماع بتاعي اتطور. حلو، ايه بقى الثلاث حاجات دول؟ رقم 1، عشان عقلك يفهم وتيرة الكلام والسرعة والنطق والكلام ده، بنقول للناس حاول دايما اللغة تبقى شغالة في عقلك اللاواعي. بمعنى ايه؟ لما نقول للناس اسمع بودكاست حتى لو ما فهمتش منه حاجة، مش بسبب ده بس انت استماعك هيتحسن، لا، ده بيشتغل على جزء معين من المخ الا وهو ان عقلك بيتعود على وتيرة وسرعة ونطق الكلام بالطريقة دي. فلما اقول لك اسمع بودكاست فيديو طويل، مش مهم تفهم منه كل الكلام اللي بيتقال، المهم بس ان عقلك يكون شغال عنده اللغة بشكل مستمر، او افلام او ايا كان حاجات طويلة مش مهم تفهمها، ولكن مجرد ان اللغة تكون شغالة في عقلك بس. ما تفتكرش ده مش هيفيدك، لا، ده بيشتغل قلنا على جانب واحد بس من الجوانب اللي عقلك محتاجها عشان يسمع كويس، وده مصادره كتيرة جدا. ممكن بودكاست زي ما قلنا من ايزي جيرمان، ممكن فيلم بتتفرج عليه بالالماني، في فيديو بتاع المصادر هتلاقي مصادر كتيرة قصص وحاجات كتيرة جدا. بس المهم في كل ده ان يكون مصدر انت حابب وانت بتسمعه الى حد ما تكون مستمتع او على الاقل مهتم بالكلام اللي بيتقال. يعني انا احب مثلا تطوير الذات جدا فاروح اسمع بودكاست في الحته دي، ما اروحش اسمع مثلا في الصناعه لان انا مش مهتم بيها. فهمت قصدي؟ فانت ممكن تسمع بس لو انت مثلا بتطبخ في المواصلات او مش عارف ايه او بتعمل اي حاجه، ولو قاعد وعايز تطبق النقطه دي ممكن تشغل البودكاست ده وبعدين تشغل سبتايتل فيه او تحمل الترانسكريبشن بتاعه وتبص على الكلام وتبطئ السرعه وانت بتسمع. يبقى الجزء ده اشتغلنا عليه. طب الجزء الثاني محتاج ان عقلك يفهم كل كلمه في الجمله نفسها، مش يفهم السياق، لا، زي المره اللي فاتت او زي الخطوه الاولانيه، انا عايزه يفهم بقى بالظبط كل الكلمه بتتقال. ده شغل تاني خالص غير الشغل الاولاني. فهنا انت هتنقي فيديو يكون ما يعديش الدقيقه ونص، الدقيقتين بالكتير، وهتسمع الفيديو ده 4 مرات. وانا قبل كده رشحت امثله للفيديوهات دي من نيكو سفيج اللي هي مقسمه الفيلم ل مثلا 80 حلقه، كل حلقه دقيقه ونص. انا رشحت ده وكنت بسمعه. لو عندك مصدر تاني اتس اوكي، المهم الطريقه نفسها. كل فيديو بسمعه 4 مرات. اول مرتين ده التحدي، ده التشالنج، ده اللي هو انا بحاول في المرتين دول افهم
كل كلمه بتتقال، مش بس افهم السياق زي الاولانيه او زي النقطه الاولانيه، لا انا عايز افهم كل كلمه بتتقال. فاول مره بفهم يعني مش قوي، تاني مرة بفهم إلى حد ما الأغلبية من الموضوع، ولكن في جمل أو كلمات أنا ما فهمتهاش. وده يجي تالت خطوة أنا بشغل السبتايتل بقى في اليوتيوب أو أيا كان في المصدر اللي أنت بتشوفه بالألماني، وبشوف الكلمات اللي أنا ما سمعتهاش أو ما فهمتهاش، أوقف الفيديو أبحث عنها، أطلع لها أمثلة أستوعبها كويس جدا، وبعدين أكمل الفيديو. يبقى تالت مرة هي كشفت ليك عن كل الحاجات اللي أنت ما عرفتهاش. فهنا عقلك وودنك بقوا فاميليار أو بقوا عارفين كويس جدا اللي اتقال في الفيديو ده. تيجي بقى اهميه رابع خطوه، واوعى تفوت رابع مره دي، انك بتقفل السبتايتل وبتسمع الكلام اللي انت فهمته واللي انت بحثت عنه بنفس الريت او بنفس المعدل، ولكن ما انتش شايف السبتايتل. فعقلك الجمل دي كلها اللي ما كانش فاهمها في الاول دلوقتي بقى يسمعها وهو فاهمها. انت ما تعرفش انت هنا دربت عقلك على ايه من مره واحده بس. دي افضل طريقه تفهم بيها كل كلمه جوه الجمله. هنا انت بتعود ودنك ومخك على اندماج الكلمات بعضها ببعض وازاي تسمعها وهكذا. فاختار المصدر اللي تحبه بس تكون عليه المعايير دي، فيديو ما يعديش الدقيقتين تعرف تشغل فيه سبتايتل الماني وتعرف تخفيها، ايا كان بقى المصدر اللي يعجبك. النقطه الثالثه بقى الا وهي التريكس. انت في الكورس او بتعلم مع نفسك بتعلم الهوخ دويتش، اللي هي اللغه اللي احنا بنسميها ايه، اللغه الفصحى عندنا مثلا في العربي كده. ولكن الناس اللي عايشه في المانيا او بتتكلم مع المان بتلاحظ ان في بعض التريكس او الكلمات كده اللي هو تحس ان انت درست حاجه تانية غير اللي بيتقالك في الشارع. ده ببساطه الا وهو الكلام الدارج اللي ما بين الالمان وبعض، اللي لازم تاخد عنه فكره علشان لما تسمعه تبقى فاهم هم بيقولوا ايه. على سبيل المثال مثلا احنا بنقول ايه، هاست دو سايت، هو ما حدش بيتكلم بالطريقه دي، فبيقول لك هاست سايت بقت هاست تو بقت هاستر، ده على سبيل المثال. فعشان تتعلم النقطه دي حاسب لك افضل حاجه ممكن تتعلم منهم دي الا وهي فيديو من قناه ايزي جيرمان بيشرح التريكس دي، حاسبه لك في الديسكريبشن بوكس تحت. لما تخلص الفيديو روح بص عليه، حاول تلقط كام حاجه من اللي هم هيقولوها، مش اكتر من كده. صدقني لو مشيت على الثلاث حاجات دول مع المعلومه اللي احنا قلناها في الاول لمده شهر واحد، تعالى لي في الفيديو ده وقول لي يبقى انا سمعت كلامك، طبقت الثلاث طرق وبقيت اسمع احسن من الاول، وانا واثق باذن الله انك هتقول لي الكلام ده. اسف لو بتاخر عليكم في الفيديوهات، بحاول والله على قدر الامكان في وسط مشغولياتي ان انا اكون موجود، ولكن يعني ادعوا لي ربنا ييسر لي على خير في الحاجه اللي بعملها، واشوفكم ان شاء الله على الفيديو الجاي. سلام.